تسبب بائع حلزون خلال الساعات الماضية في شوهال المغرب ووجهة مراكش بالتحديد، بعدما أثار اشمئزاز الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة تقديمه لوجبة الحلزون. ووثق اليوتيوبر المصري الشهير أحمد محسن مقطع فيديو على حسابيه بالانستغرام وتيك توك يظهر في أحد باعة الحلزون بساعة جامع الفناب بالجلسة رقم 3، وهو يرجع وعاء به حلزون أكل منه أحد الأشخاص قبل أن يقوم بإرجاعه إلى القدر الكبير الخاص بالحلزون، وهو ما أكده اليوتيوبر المصري بنفسه في تعليقاته على الفيديو. هذا ما أثار اشمئزاز واستغراب العديد من المتابعين مما قام به البائع، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام بائع الحلزون المعني الإجراءات والشروط الصحية اللازمة في طهي وتقديم الحلزون للزبائن، ويستدعي تدخل المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في حقه.